السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. هنتكلم ليه الفراخ البلدي بتاعتنا، ليه الفراخ اللي بتبيض بتاكل البيض بتاعها. هقولك على شوية طرق كده، طرق سحرية، طرق خرافية هتخلي الفراخ بتاعتك لا يمكن تاكل البيض بعد كده من غير تكاليف، من غير فلوس كتير. حاجات كده هنعملها للطيور بتاعتنا ان شاء الله. الحاجات دي لو عملناها هيقطعوا العادة الوحشة دي. الفراخ بتاعتك ليه بتاكل البيض؟ طبعا كل حاجة بيكون لها أسباب. أي حاجة بتحصل بيكون لها سبب. طب إيه السبب إن الفراخ بتاعتك بتاكل البيض بتاعها؟ يعني بيبيضوا البيض نسبته كويسة إلى حد ما كويس، لكن هما بياكلوا البيض بتاعها. في سببين مهمين. أول سبب اللي بيخلي الفراخ بتاعتك تاكل البيض هو نقص الكالسيوم. ده سبب من ضمن الأسباب. اما عندهم نقص الكالسيوم، اما عندهم نقص في البروتين، يعني ما بتحطوش لهم اي نسبة علف. لازم الفراخ البياضة تحط لهم اي نسبة علف عشان البروتين. ثالث سبب برضو، يعني شوية اسباب كده مهمين. اول سبب ان الفراخ بتاعتك بتاكل البيض، اما عندهم نقص كالسيوم، اما عندهم نقص بروتين، اما البيض ذات نفسه فيه نقص الكالسيوم وبروتين. فالبيض طبعا لما بيبيضوه بيكون فيه نقص كالسيوم وبروتين، فالبيض بتتكسر. يعني بيضة كده بتكون هشة، بيضة برشت كده، فبتنزل البيضة مش جامدة، القشرة مش جامدة. فأول ما الفرخة بتبيضها البيضة بتقوم نازلة مكسورة. طبعا الفراخ بتشوفها أو هي ذات نفسها بتشوفها، فبتقوم واكلة البيضة على طول. طيب احنا عرفنا الأسباب، طب هنعالج الموضوع ده ازاي؟ يعني ايه علاج الفراخ اللي بتاكل البيض دي؟ اول حاجه تعمليها لهم ان انت تقدمي لهم الحجر الجيري. عارفين الحجر بتاع المباني الابيض ده؟ ده فيه نسبه كالسيوم عاليه جدا، فبتقدمي للطيور بتاعتك. الطيور بتفضل تنقر فيها كده وبيحصلوا على الكميه اللي هم عاوزينها من الكالسيوم. لو انت مش هتعرفي تجيبي الطوب ده، او لو انت في مكان مش متوفر فيه الحجر الجيري ده، في عندنا بودرة البلاط. بودرة البلاط دي بتشتريها من عند الراجل اللي بيبيع اسمنت. يعني اي محل انت عارفاه بيبيع اسمنت بيكون موجود عنده بودرة البلاط دي. هي بتكون حاجة بيضة كده، فبتجيبها منه. تالت حاجة لازم تقدمي لهم علف 23% بروتين. العلف ده اهم علف لكل الفراخ اللي بتبيض، سواء كانت فراخ بلدي، فراخ فيومي، اي نوع من انواع الفراخ اللي بتبيض لازم تقدمي لهم علف 23% بروتين. مهم جدا، بيزود نسبة البيض وبيخلي الفراخ بتاعتك تمنع اكل البيض. في حاجات برضو كده لازم تاخدي بالك منها. زي ايه اللي هناخد بالنا منها؟ المكان بتاع البيض او المكان اللي هم بيبيضوا فيه، يعني تخلي المكان ده ضلمة شوية، معتم شوية، يعني الى حد ما، عشان ما يشوفش البيضة. يعني عشان يعني الفرخة ما تبيض بقية الفراخ ما يشوفهاش يقوموا واكلين البيض. من الحاجات المهمة برضو اللي لازم تقدميها للفراخ اللي عندك اللي بتبيض، الخضروات. قد ايه الخضروات دي مفيدة للفراخ البياضة، قد ايه بواقي الاكل مفيدة للفراخ البياضة، القشور بتاعة الخضروات، كل الحاجات دي مفيدة جدا. وبأكتر حاجات بتزود نسبة البيض هي الحاجات دي. من اهم الاسرار لمشكلة الفراخ اللي بتاكل البيض، تقدمي لهم قشور الخضروات دي، هتمنع ان شاء الله عندهم العاده دي. هي عاده وحشه كده، فان شاء الله هتمنعها عندهم. هي قشور الخضروات، يعني مثلا بتعملي بطاطس، قشر البطاطس ما ترموهوش في الزباله. حطي له الطور بتاعتك. عندك قلقاس، قشر القلقاس ما ترموهوش. عندك رمان وبتقشريه، قد ايه الرمان ده برضو مفيد للطور بتاعتك، وبالذات القشر بتاعه. قشر البصل، قشر الثوم، الحاجات دي كلها مفيدة للفراخ البياض. الطماطمايه نفسها، يعني لو انت في السوق والراجل بتاع الطماطم عنده طماطم كده مش كويسة، ممكن تجيبيها للطيور بتاعتك، مفيدة جدا برضو للطيور بتاعتك. بس طبعا مش دلوقتي لاننا كلنا عارفين
الطماطم غالية قوي اليومين دول. الحاجات دي هتجيبيها يعني الطماطم البايظة دي تجيبيها في الوقت اللي تكون الطماطم رخيصة فيه. بواقي الطبيخ، طبخة، بواقي رز، بواقي طبيخ، بواقي مكرونة، عندك مكرونة مفروض منها رز، دي كلها البواقي دي بتحطها للطيور بتاعتك. بس حاولوا انتوا بتحطها للطيور بتاعتك ما تحطهاش على الارض، يعني ايه ترميها على الارض كده عشان الفراخ بتاعتك ما تاكلش منها. هياكلوا طبعا كده تراب ملوث مع الاكل، وطبعا الحاجات دي هتجيب لهم امراض. فاما تحطيها للطيور بتاعتك حاولي تحطيها في مكان بعيد كده، بعيد عن الارض، ياكلوا منها. الحاجات دي كلها بتساعد على الحفاظ على البيضة قوية، البيضة تكون جامدة، بتحافظ على صحة الفرخة البيضة نفسها. وما تنسيش برضو لو عندك ادوية، فيتامينات، املاح معدنية، الحاجات دي بتحطها في المية، مفيدة جدا برضو الحاجات دي للطيور بتاعتك، مفيدة جدا. الاملاح المعدنية والفيتامينات والحاجات دي حاولي تحطيها لمدة 5 ايام كده في الشهر، يعني يوم 1 و2 و3 و4 و5 من الشهر كده عشان ما تلخبطيش نفسك. حط لهم في المية الفيتامينات والادوية والحاجات دي، هتلاقي من ده كله هتلاقي احلى واجمد بيضة، اقوى بيضة ممكن تاخديها من الفراخ. وما دامت الفرخة بيضت البيضة والبيضة ما اتكسرتش منها، طبعا هي مش هتاكلها. وبكده هنكون عالجنا مشكلة الفراخ اللي بتاكل البيض. ونعود الفرخة على مكان بيض ثابت، يعني حاولي تعملي منامة كده في مكان فريش فيها شوية رمل، شوية قش، شوية تبن، شوية نشار، اي حاجة كده. وحط لهم بيضة، البيضة دي اسمها الرقوبة، يعني مكان كده يرقدوا ويبيضوا فيه. هيشوفوا البيضة، هم اول ما يشوفوا البيضة دي هيجروا يبيضوا في المكان. وزي ما قلنا المكان يكون الى حد ما ضلمة شوية، مكان معتم شوية، عشان الفرخة اما تروح تبيض. يعني احنا عملنا المنامة حطينا فيها بيضة، اول ما الفرخة تروح تبيض هتحس بالامان كده، وهتبيض جنب البيضة اللي هي طبعا البيضة مش هتكون سليمة. يعني لو عندك بط نايم وفي بيض طلع مش كويس، ممكن تاخد البيض ده وتعمليه رقوبة كده للفراخ تبيض فيها. مجرد ان الفرخة هتروح تنام هتحس بالامان كده، وهتبيض جنب البيضة التانية، وهتعرف ان ده مكان البيض، يعني المكان اللي هتبيض فيه مش مكان اكل ولا مكان حاجة. فهي حاجات بسيطة لكن بتفرق قوي لان اكل البيض ده مشكلة صعبة جدا. يعني هتحس ان انت مش مستفادة اي حاجة من الطيور اللي انت بتربيها. يعني انت بتربى اهو والفراخ بتاكل البيض، فمش هتحس ان انت مستفادة باي حاجة. فحاجات بسيطة هنعملها عشان ده هتكون خسارة جامدة علينا، ان الفراخ هتبيض وهياكلوا البيض بتاعهم، فمش هتكسبي اي حاجة من مشروع تربية الفراخ البلدي البيضاء. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. متنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.